لو انت داخل على 20 فانا جاي لك من المستقبل وهقول لك على 9 اسرار لازم تكون عارفهم كويس قوي وتحاول تتجنبهم على قد ما تقدر عشان ما تخسرش كل حاجة. والاهم من كده في 3 اسرار لو عملتهم صح حياتك هتتغير 180 درجة حرفيا وعن تجربة شخصية. فيلا بينا نشوف ايه هما. رقم 1 ودي من اهم الحاجات اللي لازم تتجنبها هي اني ما تقارنش نفسك بحد. فكرة انك تقارن نفسك بحد ده اكبر غلطة ممكن تعملها في حياتك عامة، لانك لما تبص لغيرك هتشوف الصورة من بره بس، هتشوف الانجازات الشخص اللي انت بتقارن نفسك بيه ده من بره، وبالتالي انت ما انتش عارف هو مر بايه او ايه الصعوبات اللي واجهته عشان يبقى في المكانة ديت. فانت دايما حاول ما تحطش نفسك في مقارنة مع اي حد، لان بدايتك غير بداية اي حد تاني. فانت دايما المقارنة الوحيدة اللي انت محتاجها فعلا انك تقارن نفسك بنفسك. حاول تشوف انت كنت من سنة ايه ودلوقتي بقيت ايه. هل فعلا انت وصلت الحاجة اللي انت عايزها ولا لا؟ هل انت عملت حاجة من الحاجات اللي انت بتحلم بيها ولا لا؟ هي دي فعلا المقارنة الصحيحة اللي انت محتاجها. فما تضيعش عمرك في مقارنة الناس، انت مش نسخة من حد، انت مختلف عن اي حد. رقم 2 الكسل. الكسل هو انت شايف كل حاجة بتحصل حواليك وانت ولا هنا. انت عايز كل حاجة تيجي لحد عندك من غير مجهود، حتى ولو ما جاتش هتقول لنفسك يا اخي مصيرها تيجي. الكسل مش مجرد انك مكسل على الحاجة اللي انت عايز تعملها، الكسل هو انت شايف حياتك بتفلت من تحت ايدك وانت مش قادر تمد ايدك وتمسكها وتلحق نفسك. انك تسيب حلمك يموت قدامك وانت واقف تتفرج عليه وفي الاخر تقول بعدين، وبعدين دي تتحول سنين، وفي الاخر تكتشف انك مش ضعيف، لا انت اتعودت تكون اقل من الحاجة اللي انت ممكن تعملها فبقيت مرتاح للهزيمة. والله صدقني في يوم هتتمنى الوقت ده يرجع، مش بس عشان تنجح، لا علشان تجرب تحارب بدل ما تستسلم وانت صاحي. رقم 3 العلاقات السامة. ودي بقى من اكتر الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها كويس قوي، لان كتير مننا بيقف عند العلاقات في حياته وهو اصلا مش عارف دي هتسمى ولا لا. العلاقات من النوع ده مش بس حد يزعلك او يضايقك، لا دي علاقة بتستنفذ طاقتك ووقتك وبتحبطك وبتخليك دايما عايش في توتر وخوف وضغط نفسي وعصبي عليك. ساعات الشخص اللي معاك بيخلي كل حاجة في حياتك عن طريقه هو بس، وبيحاول يسيطر عليك وعلى قراراتك او يقلل من قيمتك علشان بس هو يحس انه قوي. فارجوك حاول تتجنب النوع ده من العلاقات وحاول تختار صح، علشان بجد ممكن حياتك تقف لحد هنا وساعتها ممكن تفقد الثقة في كل اللي حواليك. فبلاش تستعجل في قراراتك وحاول دايما تختار صح سواء صديق او شريك لحياتك، وتحاول تحمي نفسك وتبني علاقات تنفعك وتدعمك وتخليك افضل بدل ما تدمرك. رقم 4 بقى الغرور، وده بقى اخطر حاجة ممكن تتخيلها في حياتك. الغرور مش انك تحب نفسك وتكون واثق في قدراتك، لا الغرور ده بيكون لما الشخص يبدأ يحس انه افضل من اي حد تاني وما يقبلش اي انتقاد ليه دايما، وبيقلل من قيمة كل اللي حواليه، وده بيأثر على العلاقات في شغله وفي حياته عامة. والغرور كمان بيخلي الشخص يتهور وياخد قرارات من غير اي تفكير وبيقول لنفسه ان هو صح، وده ممكن يضيع على نفسه حاجات كتير او يخلق مشاكل كبيرة جدا في حياته. فدايما حاول ما تبقاش من النوع دوت من الشخصيات، لانك هتتعب كتير جدا في كل حاجة انت بتعملها، ويمكن مش هتحس بيها دلوقتي بس هتحس بيها بعدين لما تضيع على نفسك حاجات كتيرة جدا في حياتك. فخليك دايما متواضع مع نفسك ومع كل اللي حواليك عشان تعرف تعيش في حياة افضل واهدى وبسلام نفسي. رقم 5 عدم تجاهل الاخرين. حاول دايما انك ما تتجاهلش الناس، وحاول انك تسمع لغيرك وتاخد النصيحة حتى ولو شخص اصغر منك، ده مش عيب، لان ببساطة كده مش كل الناس حابة تأذيك ومش كل الناس نيتها وحشة. في ناس فعلا وجودها في حياتك ممكن تغيرك للأحسن، وانت عمرك ما هتشوف دوت لو انت قافل على نفسك ومش بتسمع لحد. انت حاول دايما بس تتجاهل الناس اللي هي فعلا عايزة تأذيك، ده فعلا النوع اللي انت لازم تبعد عنهم. لكن قرب من الناس اللي فعلا بتخاف عليك، لانك مهما كنت قوي هتفضل محتاج لهم، هتفضل محتاج للناس الصح في حياتك. رقم 6 اوعى تبطل شغل، لان مهما كانت الظروف صعبة والدنيا مش مساعداك حاول دايما تشتغل على نفسك، لان الاستمرار في السعي هو ده اللي هيخليك تحقق حلمك وتقف على رجليك صح. كل خطوة انت بتاخدها هتخليك قريب جدا من هدفك، ولو استمريت في السعي فانت هتوصل، يعني هتوصل وهتحقق هدفك في اللي نفسك توصله في النهاية. عشان كده مهما كانت كل حاجة ضدك اوعى توقف حاجة انت ممكن توصلها في يوم من الايام. ونيجي بقى للثلاث اسرار اللي انا قلت لك عليهم اللي فعلا لو عملتهم صح حرفيا حياتك هتتغير. اول حاجة بقى منهم التشتت. التشتت ده يعتبر من اكتر الحاجات اللي بتضيع وقتك ومجهودك، لان انت وقتها عايز تجرب كل حاجة بس انت مش عارف انهي خيار او انهي تجربة هتيجي معاك، وفي نفس الوقت التشتت ده هيخليك تجرب حاجة النهاردة وبكرة حاجة تانية، وكل يوم بقى حاجة جديدة، وتفضل طول الوقت انت ما انتش عارف انت هتبدأ منين ولا هتعمل ايه. ودي فعلا من اكتر الحاجات اللي هتضيع عمرك عليها، لان انت عايز تجرب كل حاجة في نفس الوقت ومتوقع منهم نتيجة مختلفة.
مع ان النتيجة هتجيلك مع خيار واحد بس، هو قرار واحد بس اللي انت فعلا لازم تختاره. فانت لازم تكون عارف قدرة نفسك، انت تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه. بلاش تشتت نفسك في كذا حاجة وانت في الاخر مش هتوصل لولا اي حاجة. وانا على فكرة وقعت في الحاجات دي زمان، بس الحمد لله لحقت نفسي في وقت قصير. رقم 2 بقى الخوف من الفشل او من التجربة. عايز اقول لكم ان النقطة ديت من اكتر الحواجز اللي بتمنعنا نتقدم خطوة لقدام. كتير مننا بيقف قدامه فرص كبيرة بس بسبب الخوف من ان هو يفشل فيفضل واقف مكانه وما يعملش اي حاجة، ولا حتى يتقدم خطوة لقدام، ولا حتى ان هو ياخد التجربة. وده بيخلي في حاجات كتيرة وفرص كبيرة جدا بتروح مننا واحنا مش واخدين بالنا، وخايفين بس من الفشل او من التجربة. يا حبيبي انت كده كده 50% فاشل و50% ناجح. فانت حتى ولو ما حاولتش انت كده كده فاشل. فانت لازم تجرب علشان تعرف اذا كنت انت هل فعلا هتنجح فيها ولا لا. لان انت لو فشلت انت كده كده اصلا فاشل. فانت حاول دايما تاخد خطوة لقدام، تجرب الحاجة اللي انت فعلا نفسك تعملها، ما تبقاش واقف وخلاص. وتبدأ تتعلم ازاي تتقدم ولو 1%. صدقني دي هتفرق في حياتك العملية جدا. واخر حاجة بقى واهم حاجة في اللي انا قلته كل ده، هو انك انت ازاي تتعلم تقول لا. انك تتعلم تقول لا هي دي اللي هتحدد مصير حياتك فعلا رايح على فين. لان انت طول ما انت ماشي تقول حاضر ونعم وتمام، انت كده بتخسر ثقتك في نفسك. انت كده عايز تبقى الناس مبسوطة بس انت كده بتخسر نفسك، وساعتها بتوصل لمرحلة انت اصلا ما انتش عارف انت مين. فحاول دايما تقول لا على اي حاجة انت مش عايزها ومن غير خوف، لانك انت ساعتها ممكن تكون شايف حاجة غيرك مش شايفها. انا عايز اقول لكم ان انتوا ممكن تغيروا حياتكم كلها بكلمة واحدة. فانت حاول دايما تبقى رافض الحاجة اللي انت مش عايزها او مش حاسسها. انت ما انتش الناس ما هيش شايفه مصلحتك فين، انت اللي عارف مصلحتك. انت لازم تبقى واقف واخد قرار، انا لا انا مش عايز الحاجه دي، يبقى مش عايز الحاجه دي. فحاول دايما يبقى عندك مبدأ وثقه وتكون واثق في نفسك وانت عارف انت عايز ايه ومبين للناس انا فعلا انا عايز ده. ولو فعلا وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.